الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية التي أستهلها بالعناوين. السفير عيسى يلتقي الفريق عبد الفتاح البرهان. أنشطة حماية التربة والمياه في هيكوتا. متخرجو كلية أوروتا الطبية يتبرعون لصندوق أمانة الشهداء. مقتل 4 في قصف لطائرات مسيرة تركية في شمال العراق. منظمة التجارة العالمية تتوصل لاتفاقات تاريخية. الصين تطلق حامل الطائرة الثالثة أكثر تطورا. السلام عليكم ورحمة الله. التقى السفير عيسى أحمد عيسى أمس 16 من يونيو برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبحث العلاقات الثنائية والدفع بها قدما. وتناول اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري تعزيز العلاقات الثنائية ودور إريتريا في عملية سلام السودان والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقدم السفير عيسى في اللقاء تحيات وأطيب أمنيات الرئيس آسف ورقي إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مؤكدا مجددا الموقف والدعم الثابت لإريتريا في جهود عملية سلام السودان. وأشاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالعلاقات الإريترية السودانية الاستراتيجية المتطورة باستمرار، مؤكدا استعداد ورغبة السودان لتطوير هذه العلاقة لأعلى مستوى. يقوم سكان مديرية هيكوتا بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه استعدادا لموسم الخريف. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية المهندس داوود برهاني أن العمل الجاري في 12 ضاحية بدعم من الجرارات يهدف لتدريج وتمهيد الأراضي الزراعية قبل حلول موسم الخريف. وأوضح المشاركون في العمل أن تقديم مؤسسة الغلال والمواشي الجرارات بأسعار مناسبة ساعد على تسريع العمل. في غضون ذلك قام سكان 4 ضواحي في مدينة بارنتو والمعاقين أعضاء الفرقة العسكرية 88 سابقا بنفير في مقبرة الشهداء في بارنتو. تبرع المتخرجون من كلية أوروتا الطبية عام 2020 ب145 ألف نقفة لصندوق أمانة الشهداء. وقال عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور إيمان السيوم في المناسبة إن المبادرة المتخذة بمناسبة 20 من يونيو مثال يحتذى به. وقال مسؤول الشؤون الطلابية في الكلية سيد إلياس تعقس إن المبادرة تعتبر استثنائية في تاريخ الكلية. وأوضح مسؤول رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية سيد زرعي تخلآب إن تقديم الدعم يعكس القيم المترسخة، مقدما شكره باسم الوزارة. وقال الدكتور عمر عثمان ممثلا للأطباء الخريجين إن المبلغ استخرج قبل عامين للترفيه بمناسبة التخرج، وقد اختاروا تقديمه لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وقد جرت مناسبة تخريج طلاب كلية الطب والعلوم الصحية عام 2020 عبر الفيديو الافتراضي بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا. يقوم سكان دبري في مديرية لوغو عنسبة بإرساء مشروع مياه بتوظيف أموالهم وطاقاتهم لحل مشكلة المياه. وأوضحت مسؤولة التنمية الاقتصادية في المديرية السيدة إيلسا رؤسوم وجود 3 سدود في المنطقة، ورغم ذلك فإن السكان عانوا من مشكلة مياه. وأكد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد أبراهام حقوس على فعالية العمل الذي يقوم به السكان. وقام الحكومة ببناء سد عام 2012 بحوالي 18 مليون نقفة، كما قام السكان ببناء سدين بقدراتهم الذاتية. استشهد في 16 من يونيو الجاري المناضل العقيد هيلة سلاسي حقوس في حادث مروري عن عمر بلغ 66 عاما. التحق المناضل العقيد هيلة سلاسي حقوس بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر نوفمبر من عام 1975، وخدم في القوات المقاتلة إبان النضال من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة حتى مستوى قائد فرقة عسكرية.
المناضل العقيد هيلة سلاسي حقوس متزوج وأب ل12 ابنا، وقد أوري جثمانه الثرى يوم 17 من يونيو في مقبرة الشهداء في دكة محره. وتعرب القيادة الغربية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل العقيد هيلة سلاسي حقوس، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قتل 4 مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في قصف نفذته طائرات مسيرة تركية في كردستان العراق، وفقا لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد. وقال منشور على صفحة جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن طائرات بدون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في كلار. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر. في الوقت نفسه ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تحييد 6 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، موضحة أن ذلك يندرج في إطار عملية قفل المخلب التي تنفذها في هذه المنطقة. ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف تركي مماثل استهدف مركزا لحزب العمال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار من الحزب يقع في سنجار بشمال العراق. أعلن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا أنه وافق في جنيف على اتفاقات تاريخية بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وقالت المديرة العامة للمنظمة نيغوزي أوكونغو إيولا أمام رؤساء وفود الدول 164 الأعضاء في المنظمة إن هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج متعددة الأطراف. وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سيليمانوف مساعد رئيس مكتب رئيس كازاخستان التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة خيم عليها خصوصا موقف الهند المتشدد. أطلقت الصين رسميا حاملة طائرة ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة للمياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينهوا. وتعد حاملة الطائرات هذه الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين، ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر. وأطلق على حاملة الطائرات اسم فوجيان تيمنا بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين لياونينغ وشاندونغ. وأتى إنزال الحاملة للمياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عددها 24 مليون نسمة، والتي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها. وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان. وسط طبيعة برية قريبة من مرتفعات شاهقة وشلالات مياه، افتتح مبنى حديث بتقنية عالية جنوب جورجيا، حيث أقيم جسر زجاجي فوق وادي داشباش على ارتفاع 240 مترا. ويتنقل السياح فوق الألواح الزجاجية بحذر في وقت يقدم الممر الشفاف منظرا غير عادي لأشجار الخضراء أسفل الوادي. وقد شرع في بناء الجسر سنة 2019 بفضل استثمارات بلغت قيمتها حوالي 39 مليون دولار. ويوجد إلى جانب الجسر الزجاجي أرجوحة عملاقة ومسارات انزلاقية للدراجات ومنازل ريفية وفندق. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار أذكر بعناوينها. السفير عيسى يلتقي الفريق عبد الفتاح البرهان.
في قصف لطائرات مسيرة تركية في شمال العراق. منظمة التجارة العالمية تتوصل لاتفاقات تاريخية. الصين تطلق حامل الطائرات ثالثة أكبر تطور. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من